من فترة كان اسم بيسان إسماعيل والشامي على كل لسان، مو بس بسبب أغانيهم اللي كسرت الدنيا مثل عسيان ولا مبالي، لكن كمان بسبب علاقتهم اللي مرت بمراحل غريبة من الصداقة والشغل المشترك لمرحلة خلاف وقطيعة تامة. الخلاف هذا ما كان واضح للناس، لكن الكل لاحظ إنهم فجأة وقفوا يتابعوا بعض على السوشيال ميديا، وغيابهم عن أي تعاون جديد أثار الفضول. الكل كان يسأل شو صار بيناتهم، لكن بعد فترة طويلة من الصمت صار الحدث اللي قلب المعادلة. فجأة شفنا صورة بتجمع إسماعيل تمر والشامي على إنستغرام مع كلام بيذوب أي خلاف. لما يكون العتاب بعيد عن البشر بتتصافى القلوب. أهلا برجعة أخي، والشامي بيرد عيني يا أخي يلي بيضل أخي. لحظتها الكل فهم إن صفحة الماضي انطوت ورجعت العلاقة أقوى من قبل. وما وقف الموضوع عند هذا الحد، لأنه بعد كم شهر لما كانت بيسان بتحضر لأول حفلة غنائية إلها ببيروت، الشامي بنفسه كتب لها رسالة دعم علنية: موفقة يا بيسو بحفلتك، شدي حيلك وبيضي وشنة، أولاد بلدك معك. بيسان بدورها ما فوتت الفرصة وأعادت نشر الرسالة والابتسامة باينة على وجهها، وكأنهم بيقولوا للناس الخلافات ممكن تروح والاحترام هو اللي بيبقى. لكن ما بيكمن الجو الهادئ إلا ويجي موقف يثير التساؤلات. قبل أيام الشامي نزل صورة لكيس نسكافيه 3 في 1 وكتب تشربوا معي 3 ب1، المهم بتهون قريبا. طبعا الجمهور ما سكت وبدأت التحليلات. في ناس قالت إنه الرقم 3 إشارة لتعاون بيسان الأخير مع أمجد جمعة وفؤاد جنيد، وكأنه بيغمز من بعيد. بس الشامي رد وأكد إن الموضوع أبسط من هيك، وإنه كان يقصد إن أغنيته الجديدة 3 في 1 من كلمات وألحان وتوزيع. سواء كانت صدفة أو رسالة مبطنة، المؤكد إن بيسان والشامي حالياً في مرحلة احترام ودعم علني بعد رحلة طويلة من الشغل والخلاف والمصالحة. وهذا الشيء يخلي قصتهم مثيرة للاهتمام، خصوصاً في عالم الفن اللي الخلافات فيه أحياناً بتكون أقوى من الأغاني نفسها. والآن السؤال إلكم، برأيكم هل صداقات الوسط الفني ممكن تصمد قدام الضغوط والغيرة والنجاح؟ ولا دايماً في لحظة رح ينكسر فيها كل شيء؟ شاركونا رأيكم.